العسل البنات. اللي ما كينجحش ليها العسل كيتحجر ليها او كيجيها ماشي زوين، نتمنى ان شاء الله تدخل الفيديو. غادي نحط لكم هذا العسل كيجي رائع البنات، كيجي رائع رائع رائع. يلا معايا باش نكتشفوا المكونات اللي غادي نديرو فيه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. ومرحبا بكم في قناتي واتم حسن. مبروك عواشركم، الله يدخل علينا سيدنا رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله يا ربي. اليوم البنات يعني بمناسبه ديال رمضان ان شاء الله غادي ندير معكم العسل اللي كيجي ناجح، يعني كيجي زوين. كما كتعرفوا الغلا دابا في الاسواق وداكشي، احسن هي نصوبوا العسل ديالنا وكنعرفوا شنو درنا فيه. انا عندي هنايا البنات، عندي قالب ديال السكر بحال هكذا، انا درتو هنايا في الطنجره. انا غادي نبيتوه ليله كامله، يعني غد ليه عاد غادي نكمل معكم العسل ديالنا ان شاء الله. عندي هنا قالب السكر درتو هنايا في الطنجره، غادي ندير يطرو ديال الماء فقط، ما غاديش نزيد اكثر. غادي نخويوه عليه بحال هكذا، راه ان شاء الله غادي يصبح يعني غيصبح دايب. الا كنتو غديروه في العشيه غادي ديروها الطريقه هذه، ديروها في الصباح من تفيقوا في الصباح. غادي تشدوا السكر وغادي تخويو عليه الماء. هو بصراحه العسل كيجيب السكر القالب حسن من السكر سنيده، واللي ما يتوفرش عنده يعني سكر القالب يقدر يدير سنيده حتى هو كيجي زوين. صافي كنخليوه بحال هكذا، كنبقاو بهاد المعلقه هذه والله راسو غيذوب البنات وغينزل غيذوب كامل، يعني غادي يصبح دايب لينا باش ما يدي ليناش الوقت. كما كتعرفوا القالب ما كيذوبش دغيا. وتهزوا الماء كالطريق كيوقعوا عليه بحال هكذا، كيذوب من التحت راه كيهبط حتى من الفوق. شوفوا البنات انا غادي نخليه بحال هكذا ليله كامله، راه غيذوب ليا ان شاء الله. غنكمل معكم غدا ان شاء الله تتمه الفيديو. السكر ديالنا البنات بعد ما بات ليله كامله كما كتشوفوا غادي تحركوه واحد شويه بحال هكذا، راه دغيا كيذوب حتى سكر سنيده. تقدروا ديروا ليه الطريقه هذه باش يذوب معكم دغيا، ما ياخذ لكمش حتى البوطه بزاف. سمحوا لي على الصوت ديالي راه ضرب ليا شويه البرد. صافي كنخلطوه بحال هكا مزيان. انا غادي نخليه هكا غير طنجره، ما غاديش نديروه في الكوكوط، غادي نخليه ياخذ الوقت ديالو الكافي. نخلطوه مزيان فقط. تقدروا ديروا 2 كيلو ديال سنيده اللي يخرج لكم نفس الكميه ديال القالب. شوفوا راه كلشي داب. غادي نزيد عليه شرائح ديال البرتقال كيعطيه واحد المذاق زوين. عندي هنا الحامض اللي هو الليمون، درت حبه كامله والبرتقال حبه كامله. بعد ما يطيب غادي نزيد عليه واحد المكون اللي كيعطيه واحد المذاق زوين. صافي انا غنديرو على البوطه مره هكا، تبقاو كتحركوه بحال هكذا باش ما يتحرقش لكم. والبوطه تكون مهيله، ما تكونش مجهده بزاف، تكون في الوسط. صافي انا غنديرو على البوطه، غادي نخليه واحد الساعه بحال هكا على نار تكون متوسطه. وغادي يوجد ان شاء الله. غادي نرجع معاكم. هنا راني درتو على البوطه البنات باش تعرفوه بلي طاب. انا غادي نقول لكم، غادي نوريكم كيفاش بلي تعرفوا العسل ديالكم صافي راه واجد ما يطيب ليا ان شاء الله. هذا هو العسل ديالنا البنات بعد ما طاب. باش تعرفوه طاب البنات كتجيبوا واحد الطبيسي، انا ديجا كنت جربت هنايا، كتحطوه بحال هكذا جهد ما تشوفوه يعني العسل ديالكم برد وجمد، كتعرفوا بلي العسل ديالكم صافي راه واجد. حتى لهذا الحامض هذا والبرتقال كيولي اللون ديالهم بحال هكا غامق، صافي راه طاب. دابا غادي نحيد هذا البرتقال الحامض باش لحقاش الا خليناهم حتى برد العسل عليهم
كياخذوا لينا كميه كثيره ديال العسل. غادي نحيدوهم بحال هكذا، نحاولوا نعصروهم هكذا. هنايا البنات السر ديال هذا العسل هذا باش كيجينا بنين، غادي ندير 4 كاس ديال الماء الزهر هكذا صافي، وغادي نخليه حتى يبرد. كما كتشوفوا اللوين ديالو هو هذاك، غادي نخليه حتى يبرد تماما. غادي نوريكم القوام ديالو كيفاش جا البنات. دابا راه واجد طايب حتى يبرد ونرجع معكم ان شاء الله. ها هو العسل ديالنا البنات من بعد ما برد، شوفوا القوام ديالو كيفاش جا تبارك الله. مازال غادي يزيد يتماسك لان ما بردش تماما، باقي شويه دافي. من غيبرد غيتماسك اكثر، وراه جا فيه واحد المذاق البنات يعني بلا كثره الاعشاب. ديري هذه غير الحامض والليمون يعني البرتقال صافي، وداك ما زهر البنات جا فيه واحد المذاق جا واعر. يعني الشباكيه غادي تجي فيه ما جا لا محجر، ما غيتحجر ما حتى شي حاجه، غيبقى بحال هكا. الشباكيه ديالكم غادي تجي بنينه ان شاء الله. دابا ندير لكم شباكيه به. اللي اول مره تشوف قناتي يعني نتمنى ان شاء الله تدخل تشترك عندي في القناه. مرحبا والف مرحبا. ما تنسونيش البنات الاشتراك والضغط على الجرس واللايك البنات والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب. وبشركم مبروكه، الله يبلغنا سيدنا رمضان بالصحه والسلامه ان شاء الله البنات. كما كتشوفوا جا على اللون وساهل. يعني كديري السكر ديالك بالليل كيذوب سواء سنيده او القالب. وهاد المكعبات هادو ديال هادو ديال السكر حتى هما كيجي بهم زوين العسل. نتمنى ان شاء الله تجربوه، واللي جرباتو فيكم تقول لي كيفاش جا هذا العسل. وانا متاكده غادي يعجبكم. اللي اول مره دير العسل غادي ينجح معها الطريقه ان شاء الله. استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله البنات.